أولا حبيت أستر عليها لأنها من لحمي ومن دمي، لكن للأسف رغم إن هي أكبر مني في السن بس ما قدرتش ده، رغم إن معاها ولد صغير مش مني برضو ما قدرتش ده، ما قدرتش إن أنا الأول مرة كنت لسه هتجوز وما اتجوزتش قبلها. كل ده بنت عمي اللي من لحمي ودمي وما كملتش معايا. شفت منها الندالة والخيانة بأم عيني. عشان تعرفوا حكاية النهاردة قصة حقيقية لشاب من واقع الحياة. يا ريت ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبسم الله نبدأ. بيحكي وبيقول: أولا أنا متشكر جدا جدا لكل واحد هيدخل من قلبه وينصحني نصيحة لوجه الله، لأن أنا عايز رأيكم فعلا بما يرضي الله ومحتاجه، وهكون زعلان قوي وخصم كل واحد هيهن بكلمة أنا ما استحقهاش، لأن أنا قسما بالله كنت مغيب وزي ما يكون على عيني غمامة وغشاوة، وربنا يكفيكم شر القلب لما يحب ويسيطر على العقل كوارث. وأخيرا أنا بقول لكم حكايتي وقصتي الحقيقية دي مش عشان أعاتب البنت دي لأ، أو نفسي أرجع لها لأ، بالعكس أنا حابب أعرف رأي إخواتي الناس في اللي أنا عملته واللي أنا هعمله، وعشان أشوف إيه اللي هيحصل. أنا هحكي لكم الحكاية. من فترة اتقدمت لبنت عمي وكنت متقبل إنها منفصلة، قلت أنا أحن عليها من أي حد، وقسما بالله ما كنت هجرحها بكلمة مهما حصل ما بيني وما بينها، عشان الناس ما ترجعش وتقول ده انت في أقرب فرصة ليها هتقولها ده أنا ما دخلتش دنيا، ده أنا مش مخلف لكن انت متجوزة ومخلفة قبل كده ومع ذلك رضيت بيكي وبعيوبك. فأنا بقول لكم أهو، عمر ما كنت بفكر إن أنا أجرحها في يوم من الأيام بكلمة مهما حصل. قالت لي وابني، قلت لها أشيله على راسي ودماغي، والحمد لله أنا عندي باب رزق مفتوح مش محتاج لأي حد، والحمد لله عندي بيتي وشقتي، أنا قاعد أنا ووالدتي بس فيها، شقة كبيرة ما شاء الله ومتشطبة سوبر لوكس، بس أنا من الشرقية وبنت عم دي من المنصورة. في الأول وافقت، بعد كده معرفش حصل ايه، رغم ان الحمد لله انا لا بدخن ولا مؤذي ولا حد يعرف عني اي كلمة وحشة، وهم عارفيني والحمد لله سمعتي كويسة جدا وسمعتي سبقاني، وما بسيبش ولا فرد ولا بشرب سجاير، وما سبقش اصلا ليا الجواز، وسني 26 سنة. سني 26 سنة وهي 28 سنة، او يمكن داخلة في ال29 سنة. قالت لي انا اكبر منك، قلت لها مش فارق معايا. قالت لي انا اكيد مش فارق معاك، قلت لها ايوه انا بقولك مش فارق معايا، متقبلك بكل ظروفك، وبعدين انت بنت عمي انا اولى بيكي من حد غريب. قالت لي طب جوزي هيبقى يشوف ابنه كل شهر، قلت لها اديهوله لحد انا وديهوله لحد عنده، لكن طبعا ما ينفعش يجي بيتي. قلت لها مفيش مطالب منك غير انك تكوني زوجة طبيعية جدا تؤدي واجبك كأي زوجة بينا، المهم انك ترضي ربنا فيا وتتقي ربنا فيا، وانا هتقي ربنا فيك وهعاملك بما يرضي الله، وقبل ما تكوني زوجتي هتكوني اختي وبنتي وامي ودنيتي وصاحبتي وحبيبتي وكل ما ليا في الدنيا. لقيتها بعتالي صورة عادية ليها بلبسها في الشارع، لان طبعا زي ما قلت لكم انا في الشرقية وهي في المنصورة. لقيتها بعتالي صورة بلبسها العادي خالص اللي هو في الشارع، هي برضو من اللحم، ما تقوليش بعتت لك صورة ازاي. لقيتها بعتها لي وهي في الشارع لابسة بناطيل، وقالت لي ده لبسي في الحقيقة علشان ما ترجعش بعد كده وتقول لي انتي لبستي غلط ليه او كده. بتقول لي انا ما بلبسش عبايات، بلبس بناطيل او جيبة. قلت لها جيبة مش مشكلة، البسي جيبات احسن ماشي، بس بلاش بناطيل. وافقت. قلت لها اهم حاجة يكون لبسك مستور ومش ملفت للانتباه. قالت ماشي. فجأة بعد يومين ما اتفقت معاها اني خلاص هروح اقرأ الفاتحة، ما اعرفش تاني ايه حصل والكلام اتغير، وقالت لي في التليفون انا ما وعدكش بحاجة. زعلت وخدت جنب فترة زي 6 شهور، ورجعت بعاتبها ايه اللي جرى وانا صدر مني ايه. قالت لا والله ولا اي حاجة، وعلى فكرة انا اتخطبت وقريب هتجوز. طبعا اتصدمت وزعلت، لكن باركت لها واخدت جنب. بعد فترة لقيتها منزلة ستوري هي وجوزها، دعت لها من كل قلبي ربنا يصلح حالها، وقلت خلاص وتقبلت الموضوع. عدى زي شهرين كده من تاريخ جوازها ويمكن اقل، لقيتها بتكلمني ماسنجر وبتقولي انها اتطلقت واسفة، وانها طلعت ندمانة ان هي كسرتني وخسرتني، وان هي رجعت في كلامها.
بعد كام يوم، وإني حسيت وعرفت إن ظروفها زفت وشغالة عشان تصرف وتعيش هي وابنها. رجعت كلمتها إني لسه شاريها وعاوزها رغم كل اللي حصل ده. قلت لها أنا عاوزك، وقلت انت لحمي ودمي وأنا أولى بيكي. قسما بالله كل ده حصل بالحرف وربنا شاهد على كل كلامي. هي ما رفضتش، وبرضه قالت إنها موافقة. يعني ما فاضتنيش، وفي نفس الوقت ما قالتش إن هي موافقة، يعني بمعنى أصح سايباني بين البنين، أي موافقة ومش موافقة. المهم بعد كل ده قالت لي انت لسه عاوزني؟ فعلا انا عرفت انك بتحبني قد ايه والكلام ده. بعد يومين ما بقتش ترد على محادثاتي للمرة التانية ولا الفون، تلقائي كده بدون اي مقدمات. على فكرة هي ممكن تكون تسمع مشكلتنا دي في اي وقت وتعرف ان انا كنت عايزها بما يرضي الله. انا استاهل كل ده؟ اقسم بالله انا قلت كل اللي حصل، لا مخبي حاجه ولا مزود حاجه من عندي، بس دي كان نفسي تكبر بخاطري وتحس ان انا قسما بالله كنت حاببها من كل قلبي، تكون ليا وكنت متقبل كل ظروفها. كنت بقول انا اولى بلحمي، انا بالله عليكم استاهل رد فعلها دي؟ هي صحيح سايباك استبن، وعلى فكره سايباك لو لقت احسن منك تتوكل على الله وتاخده، والدليل على كده ان هي سابتك اول مره لما لقيت واحد تاني من مالي عينها وأحسن منك، يمكن في الشكل يمكن في الظروف يمكن ويمكن، سابتك وراحت لإنسان تاني. فانت يا ابن الناس دي نصيحتي ليك، وانا اول مرة انصح حد في فيديوهاتي، كل مرة بسيب اراء الناس هي اللي بتحكم. بس بصراحة مشكلتك استفزتني قوي. انت انسان وشاب ولك حياتك ولك طموحك ولك شغلك ولك شقتك، يعني كامل بسم الله ما شاء الله، وما كامل الا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ايه اللي كبرك على انسانة زي كده؟ انا ما تفرقش معايا حكايه ان هي مطلقه او مش مطلقه ومعاها ولد، ده ما يفرقش معايا بتاتا. انا اللي يهمني اخلاق البنت واحترامها وادبها. لكن دي معلش لما تقولك وتوقفك حاضر ومن عينيا وانا موافقه، وبعد يومين تطلع لك براجل تاني، ازاي هتأمنها على نفسك؟ ازاي هتأمنها على شرفك وعرضك وكرامتك فيما بعد؟ يعني معنى كده برضو ان هي لو اتجوزتك في يوم من الايام هترجع تقولك انا بحب واحد تاني غيرك. فأنا من رأيي إنك تبعد عنها بأسرع وقت وخلاص وانساها. ده رأيي أنا الشخصي. بالنسبة لرأي الناس ده حاجة هنعرفها في الكومنتات تحت. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا ريت ما تنسوناش من صالح دعائكم، ويا ريت ننصحه لوجه الله. الشاب ده فعلا يبعد عنها خلاص، ولا يلف وراها، ولا يفضل سايب نفسه استبن ليها في الوقت اللي هي تحبه وتختاره تقرب منه تاني، ولا يبعد عنها خالص. يلا يا شباب ويا بنات، واستودعكم الله. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل